لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 349 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بەڵە خۆشەویستان، ئەو کلوانەی ڕابردوش لە خزمەتەوە ئاەتەدا بووین، بەڵام دیارە لەبەر گرنگی بابەتەکە ئینشاءڵڵا بەردەوام دەبین لە خزمەتەوە ئاەتە و ئەقوالی عولەما باز دەکەین دەربارەی ئەو ئاەتە کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا دەفەرمی نەخێر قەسەم بە پەروەردگارت ئیمان ناینن هەتا وەکو ڕازی نەبن یا ڕەسوول الله بەوەی کەوا ئەتوو بکەنە حەکەم لە هەموو ژیانیان، واتە بە حکمی تو ڕازی بن، کەواتە کاتێکەوە زندی بوو بە شەخصی تو کە بێ حکم کە لە نێوانیان وە لە پاشی وەفاتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بە شەریعەتەکەی تو بەو قورئانە و بەو سوننەیەی تو پێویستە لە هەموو لایەنەکانی ژیانیان جێبەجێ بکەن. ئەو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، نادڵ و دەروونیشان بە هیچ شێوەیەک حەرەج و هیچ شەک و گومانێکیان بەڵکو یەقینیان هەبی ئەوەی ئەتوو دەڵێ ئەو حەقە هەر ئەو ڕاست و دروستە، ئەگەرچی وەسوەسەی شەیطانیشیان لێ بێ یاخود قیاسێکی فاسد لە مەشتیان دروست بی، نەخێر بەیەقینەوە لە دڵ و دەروونەوە بزان ئەوەی ئەتوو دەیکەی، ئەوەی ئەتوو دەیڵێ، ئەوەی حکمی تو ڕاستە و دروستە. ويسلم تسليما بظاهريش ويسلم التسليم ببن تسليما ديار التأكيد بمصدر واتبا تسليمون يشي تواو تسليم بن بظاهري ببي أوي كوا هیچ گرفتێکیان هەبی لەگەڵ حکمی خوا سبحانه وتعالى ڕازی بن وەکو کردووە دێ ملیان لەموو باریکتر بی بەرامبەر بە حکمی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. ئەوە نیشانەی ئیمانە، ئەگەرنا ئەو کەسە پێی ناگوترێ ئیماندار. لە تەفسیری قاسمی دەربارەی ئەو ئاەتە دەڵێتن يعلم أن كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزانە هەر حەدیثێک بە سەنەدێکی صحیح لەلایەنی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم پێمان گەیشتیە بأن رواه جامع الصحاح، أواني كوا الصحاح كانيان كوكردي توكو بخاري ومسلم أواني تر، أو صححه من يرجع إليه في التصحيح من أئمة الحديث، يعني وتا حديث كلا غير صحاح لبخاري ومسلم أو كانت كاج لكتب تسعو باقي كتاب كان حديث ترهاتيو أئمي حديثيش زانيان حديث براستيان زانية باشا ويكوا. طبعا مسألة علوم حديث علمي شي زور بهيزة لعلماء إسلام خواهي قوري كسان شي زور موفق كرديا لبو إلا سندي أحاديث بكولنا وتاوكو كسان اقنين قمان لسر حديث بيغمبر دروز بكان وكو فعلا هاتين ودروز بوينة ولو سردمي ايه مجدا زور هنا كواتا هر أو حديثاني بسنج الصحيح لصحاح باسكنان يعني لو كتب كاين تركوا محدثين علماء حديثي شارزال حديث دارين صحيحة أو بيوستا. أعني قوله تعالى مما قضيت فحينئذ يتعين على كل مؤمن بالله ورسوله الأخذ به وقبوله ظاهرا وباطنا. بيوستا رسال همو إيمان دارك وكو خواي قد فرمي ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يا رسول الله هيشتك لضل يا النبي لو حكمي كأتو حكمي بيدكي كواتب ضلي بيوستا هر حديثك أو بيتقل القرآن بيروس خواي قد فرمي ويحكموك كواتا يحكموك شخصي بين صلى الله عليه وسلم لباشوش حديثة كاني كبابلين لقال قرآن والسنة هردو شان مصدر شريعة كواتا بيوستا هر حديثك بصحيحات بيوستا الأخذ به وري بقري قبولي بكي بظاهري وباطني وإلا بأن لا يلتمس مخارج لردي أو تأويله بهيش شويك بدواء ودا نقري كوا قوليش بين صلى الله عليه وسلم رد بكاتو يعني تأويل بكا بخلاف ظاهره لظاهر كي لا يبدأ لبرتسي لا يبدأ دفنمي لتمذهب تقلده وعصبية ربي عليها طلبا آمادبي قبول بكا بهش ردي نكاتوا
لەبەر ئەوەی تەقلیدی کەسێک دەکا و تەقلیدی ڕەیەک دەکا کە ئەو لەسەری پەروەردە بووە بیەوێتن لەبەر تەقلیدی ڕەیەکەی خۆی حەدیثێکەوە لەگەڵ ظاهیری ڕەیوی تێک ناکاتەوە بێ ڕەتی بکاتەوە كما هو شأن المقلد أعداء الحديث وأهله دل هروكوا أو كاروبار يأخذ أو صفة كسانش مقلدة كوا متبعي دليل لنا إنسان ده متبعي دليل بي براماني كوا مقلدي الرأي مذهبي كان يأخذ مقلدي الرأي شخصي كان بتاقي تانية طريق أو إيش يعني كوا فعلا أجرشتيق لقل أهوائي وان يأخذ لقل مذهبي وان نجونزي ردي دكنوا فيدخل في هذا الوعيد الشديد المذكور في الآية التي تقشعر له الجلود وترجف من الأفئدة طيب أو وعيد له آتدا باسكريا كبراستي إنسان ضلي لقل دلرزي وهروها بيستي لقل تقشعر دلرزيتا ضلي أو آتاها رشي لبوي أجر بيتو آمادة نبي همو حديثة كان في أصوص والبقري ببي أوي كوا هول بدا مخرجك ببين ولا ظاهر حد سكي خوي باز بدا وخوي ببارينتو بهر شيء لبر أو تقليد أو رأيك أو هيتي أو عندك أخباري تري هنا إمامي باب الله محاسن التأويل جمال الدين طبعا كأهل الشام كمشهور بعلامة الشام السلفي كمحاسن التأويل نسيته مشهورة بتفسير قاسمي جمال الدين القاسمي قال الشافعي أخبرنا أبو حنيفة بن سماك بن فضل الشهابي إمام الشافعي إذا جرته ضل أبو حنيفي كري سماك كري فضل الشهابي لما ينجراوه قال حدثني ابن أبي ذئب لبو أبو حنيفة إذا جرته أبو حنيفي شهابي عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث بخاري ده لا قال عام الفتح لا صال فتح ما كذا فرموي ومن قتل له قتيل هر كسي ليه كجرا فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل كسي ليه كجرا بنا حق وكوا متعمد كشتيان بنا حق يتر بابلين مي أواني خاون خيني أو كسنة لبوي هي يان عفو بك ديي وربقري يان عفو بك يان وتبي كجيتو حق خويتي قال أبو حنيفة شهابيش دربا فقلت لابن أبي ذئب مقول أتأخذ بهذا يا أبا الحارث أتكار ذاك أبو حديثي في صلى الله عليه وسلم فضرب صدري سبحان الله تمشاك يعني موقفي ابن أبي ذئب برانبر بأبو حنيفة شهابي كاتك كدلي حديثي دو دجرت أتكار ذاك أبو حديثي يا ابن أبي ذئب فضرب صدري شقشي لسينجم دا وصاح علي صياحا كثيرا زور هاواري لسرم كرد ونال مني قسي بيغوتم وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به أمدين واه بيغمبر واي فرمو صلى الله عليه وسلم أتبرسال مذاك أيام كاري بيدكم نعم آخذ به بالي كاري بيدكم وذلك فرض علي وعلى من سمعه أو فرض لسر من ما دام بيغمبر واي فرمو صلى الله عليه وسلم فرض لسر من كاري بيبكم وفرض لسر همو كسي كبيستي كاري بيبكا إن الله تبارك وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه خواهي قول سبحانه وتعالى محمدي هالبجار صلى الله عليه وسلم ناو همو خلشي بو كردية سبب لبو هدايات ورينموني خلشي ولسر دستي وي خواهي قول هداية نار واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه يتر أو شريعتي لبو اختيار كردن خواهي قوله كوال سر زماني محمد المصطفى نادي صلى الله عليه وسلم فعلى الخلق أن يتبعوه الطائعين داخرين ليلة سر همو خلشي بيوستا اتباعي أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو بريم الكسي لا مخرج لمسلم من ذلك بحيث شيويك هز مسلمان لبو إني دربتي لا طاعة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وما سكت حتى تمنيت أن يسكت طالي هندي قالم قلت تمنام كر بيدنبي سبحان الله لحديث كوا إمام بخاري ومسلم ابن ماجه إمام أحمد دجرنوا لسالمي كري عبد الله كري عمر خوي يقول لي عن رازبي سالمي كري عبد الله كري عمري كري خطاب خوي يقول لي عن رازبي دفرمي قال عبد الله بن عمر عبد الله كري عمر فرمي خوي يقول لي خوي باب رازبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل منعي آفرتكان تان مكان بشو بتسن لبو مزقود واتلبون يجي مغرب وعشاء وسبينان منعيان مكان فقال ابن لعبد الله بن عمر
دەڵێ عەبدوڵای کوڕی عومەر ئەوە جێراوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی کوڕێکی عەبدوڵای کوڕی عومەر کە لە مەسلەکە دانیشت بوو فەرمووی والله لا نمنعهن لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا دەڵێ گوتی والله منعیان دەکەین لێ ناگەڕین بە شەو دەربچن بە ناوی مزگەوت ئەوجا بە تەماشتی تر بن فيتخذنه دغلا دیارە ئەوش غیرەی زۆر بووە یاخود لە زەمانێک بووە لە کاتێک بووە لە جێگایەک بووە کەوا فتنە هەبووە ناهێلێن دەربچن بە شەو لێ ناگەڕین منعیان دەکەین قال فغضب عبد الله غضبا شديدا عبد الله كرو عمر زور لي تورب لو كري خوي فأقبل عليه رويتي كرد فلطم صدره شقشي لسينجدا وسبه سبا سيئا جويني زور خرابي بيدا ما سمعته سبه مثله قط هجم لي نبوبو بوشوي جوين بدا عبد الله كرو عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن طلعن بيغمبر صلى الله عليه وسلم واي فرموه وتقول والله لنمنعهن أم ضمن بيغمبر واي فرموه صلى الله عليه وسلم والله منعيان دكين قال فما كلمه عبد الله حتى مات سبحان الله يتبدأ عليه هندلي تورب حتى مرديش قصي لقمناك سبحان الله. وقال الطيبي شارح المشكات يتر إمام الطيبي كمشكات شرح دكادر عجبت ممن سمي بالسني سرم صرمالك هسه كواب مسلمانة سنية بوي اتباع السنة بيغمبرك صلى الله عليه وسلم إذا سمع من سنة رسول الله وله رأي رجح رأيه عليها تزورم بيسيرة كسيك ناوي لخونا السني كمتبعي السنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام اشتاق للسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبيستي بلام بخوش الرأي شديكي هي رأي خوي لسر رأي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تفضيل بك وأي فرق بينه وبين المبتدئ أجر وابك باش فرق لبينه ولبين بدعتي كتيا أما سمع لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا باش أو جولي نبوة كما في صوت دفرميتا هيك يقلنقو إيمان ناين حتى بهموش آراء كان بوش بك أمن هنا يتم لبو وكو الشريعة أمن هنا يتم وها هو ابن عمر أو زي استشهاد بقول ابن عمر دكات ياخذ بموقفي تمشى ابن عمر بك وهو من أكابر الصحابة وفقهائها مشاكل لقول الصحابي كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوان لرازي بي يكل صحابي الشارزايا كان لفقه لشريعة خوا كيف غضب لله ورسوله كوت ورد بلبو خوا ولبو بيغمبر خوا وهجر فلذة كبته لتلك الهنة لكركي خوي كزرجيتي لي تورد بلبر أو موقفي كوا قلتي أما منعيان دكين عبرة لأولي الألباب راسي أو موقفي ابن عمر عبرة لبو كسك وعقلها بي جنيد رحمة خوالي بدلي الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم تفرم الرجاء كان هموي داخرة رجاء جيشتن برزامن دي خوالي يقول هموي داخرة إلا كسك مقال لدواي بيغمبر بروا صلى الله عليه وسلم لبوي كراوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خوالي لو فتوى دادلي قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ثابت بوه بقرآن بسنة بإجماع علماء أن الله تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله خوا سبحانه وتعالى فرض كده لسربندك طاعة خوي وطاعة بيغمبرك صلى الله عليه وسلم ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه خوي سبحانه وتعالى لنا أمتي لغير بيغمبر صلى الله عليه وسلم هيت كسيش كان يفرموا طاعتي بكن جورالي بكن لهم فرمان كاني إلا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بيغمبركي نبي صلى الله عليه وسلم لهم فرمانك بيستبجوي بكن لهم قدغ كراك بيستبجوي بكن حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه يقول حتى فرمي صديقي أمتيك أبو بكر خوالي الرازيبي تاكتريني كسل باشي بيغمبران عليه الصلاة والسلام دفرمي أطيعوني ما أطعت الله تماش هذا كي دبت خليفة دل جورالين بكن أو هندي جورالي خوام كن فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم أجر عصيان وسربيتسيم كن بهش طاعة مكن واتفقوا كلهم على أنه ليس أحدا معصوما في كل ما أمر بونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم همو إجماعيا لسرويه هيت كسيق معصوم نية لهموش تاني كديليت تنها بيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معصومه لو يدبي بجورالي بكري لهمو فرمان كاني ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بيان صلى الله عليه وسلم همو كسيك
ئەو قسانەی کە دەیکا لە قەدەر ئەوەی کە ڕاستە لێی وەردەگری، ئەوەی کەوا سەهوی کردیە لێی وەرناگری إلا پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم لە هەموو شتێک لێ وەردەگری. وهؤلاء الأئمة الأربعة أئمة أربعة سەرمەزهەبەکان قد نهوا الناس عن تقليد في كل ما يقولونه. تماشا دەکەی سەرمەزهەبەکان ئەو چار سەرمەزهەبەی ئیمامی شافعی و ئیمامی ئەبوو حەنیفە و ئیمامی مالک و ئیمامی ئەحمەد ڕەحمەتی خۆیان لێبی دەڵێ ئەوانیش خەڵکیان نەهی کردێتەوەی کەوا تەقلیدیان بکەن لە هەموو شتێک وذلك هو الواجب کەواتە هەر شتێک ئەوانیش دەڵێن کە ئەگەر بێت و ڕەیەکی خلافی حەدیثێش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دیارە و حەدیثە بە من نەگەیشتە واز لە ڕەیەکە ببینە کار بە حەدیث پێغەمبەر بکە صلی الله عليه وسلم. كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة. تفرمي كسيك مناقشي لقال ابن عباس ذكر خوي قول خوي باب راز درباري متعة، فقال له قال أبو بكر وعمر. كواتا طبعا ابن عباس ده في بيغمبر صلى الله عليه وسلم حرامي كردي متعي. قال يقلوان قلت باش أبو بكر وعمر خوان اللي راز بديان رأي شيان رأي شواني باس كده. فقال ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. خريك برد بسدان هذا بعد لأسمانه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. طالما بيغمبر صلى الله عليه وسلم يفرموا أنكوشنا أبو بكر وعمر سبحان الله فكيف بغير أبو بكر وعمر. ابن القيم رحمة الله به دليل زاد الميعاد فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم. خواي قول سبحانه وتعالى بختوري دنيا وقيامتي بيوس كردي با متابعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وجعل شقاوة الدارين في مخالفته وهروها بدبختي دنيا وقيامة لمخالفة بيغمبر صلى الله عليه وسلم. فلاتباعه أواني كاتباع بيغمبر صلى الله عليه وسلم الهدى هداية وردقن، الأمن أمن أمان، والفلاح سرفرازي، والعزة عزت، والكفاية والنصرة والولاية كفاية نصر الله أخوي جورا خاوان دائرة الله أخوي جورا، والتأييد تأييد أخوي جورا، وطيب العيش في الدنيا والآخرة. أوي كواس شوان كوتي بيان صلى الله عليه وسلم بي جيانة خوش للدنيا وقيامت أخوي جورا بيدا باش ولمخالفيه أديواني مخالفة بيغمبر صلى الله عليه وسلم أواني بدعيدة كان الذلة زليلي والصغار قتكبون والخوف ترسان والضلال قمرائي والخذلان خيقول سبحانه وتعالى تأيد خيلان تتشيشته والشقاء في الدنيا والآخرة وهلها شقاء بدبختي للدنيا والقيامة. كواتب راستي سعادته بختوري دنيا وقيامة لا اتباعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتباعي شريعة كيتي اتباعي قرآني كي خواي قوري سبحانه وتعالى بدبختي زليلي رسوائي لمخالفة كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمخالفة كردني شريعتك لمخالفة أو قرآني كوا خواي قول له ينادي خواي قول بارينه موفق مامك لبو إيمان هنان بقرآن وبالسنة بوشي كبخوي ديو سبحانه وتعالى موفق مامك لبو متبعي قرآن والسنة بين لحمو كتكو قولتي جيان ما خواي قول عزيز مام بك خواي قول بختور مام بك أمن وأمان ما بيبخشي لدنيا ولقيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.